اكتشفت ان هي ما بتخلفش، هتكمل معاه ولا هتسيبها؟ كمل معاه طبعا، مش هسيبها. لو كنت بتحب واحد وهو بيحبك وخلاص بعد قصه حب كويسه واتجوزته وبعد الجواز بسنه اكتشفت ان هو ما بيخلفش، هتكملي معاه ولا لا؟ كمل معايا. كملي معاه. مش انا بحبها اكمل معاها. اكمل معاها. لو هي موافقه مثلا ان انا اتجوز عليها هتجوز عليها، مش هي مش موافقه وده هيبقى غلط وهيساوي يعني هيعمل لها مشاكل في حياتها، فمش هتجوز عليها طبعا. على حسب بقى حبي ليه، يعني على حسب حبي ليه، انا بحبه ماشي عادي، لو احنا اصلا قصه حب فتمام. انما هي مثلا كانت صالونات وانا ما حبيتهوش بعد الجواز، فلا. اهم حاجه روحه تكون حلوه واخلاقه تكون حلوه وخلاص. اخلاقه طيب اخلاقه حلو. لو اتجوزت واحده وبعد الجواز بسنه اكتشفت ان هي كانت مخبيه عليك ان هي ما بتخلفش، هتكمل معاه ولا هتسيبها؟ طلقها. طلقها. ما فكرتش؟ هفكر في ايه؟ ما قالتليش. ساعتها بقى ربنا يحلها. ربنا يحلها سعيد. يعني ممكن اطلقها. بس حتى بقى لو اكتشفتي ان هو اصلا كان عارف ان هو ما بيخلفش وكان مخبي عليكي، لا مش هوافق، ما بحبش كده. مش هتكملي معاه؟ لا مش هكمل. هتكمل معاه ولا هتسيبها؟ لو انا بحبها وهكمل معاها. حتى انت لو عرفت ان هي سبب ان هي خبت عليك وكذبت ان هي كانت بتحبك، يعني من حبها ليك خبت عليك؟ تمام. لو من حب، لو الموضوع مثلا على حب ممكن اتجوز عليها. استغنى عن الخلف. وممكن برضو يعني هي لو كانت عارفه ومخبيه عليها عشان بتحبني، لا ممكن عادي، ما فيش اي حاجه. هي مثلا ما بتخلفش، اكيد هي من جواها عارفه الواحد او الواحده اللي ما بيخلفوش دولت بيبقى الموضوع صعب. طيب اي حد يتجوز يبقى برضه عايز يبقى عنده عيال. وبعدين العيشه غاليه اليومين اللي جايين، فاحنا لازم ما نخلفش، هي تدفع عليها يا دوبك بالعافيه. حبيتي واتجوزتي وكنت مخبيه عليه ان انت ما بتخلفيش، هتمسكي المايك وهتعترفي له بعد سنه جواز ان انت ما بتخلفيش وكنت عارفه. بعد سنه جواز وجهي له كلمه. دلوقتي انت كنت بتحب واحده بتحبها قوي وانت عارف ان انت ما بتخلفش واتجوزتها ومخبي عليها، بعد الجواز عايز تعترف لها، تعترف لها ازاي؟ تعترف لها اعترف لها مثلا انا ما اتجوزتش وما خلفتش وما عملتش اي حاجه اللي انت بتقول عليها. اتجوزتها خلاص بقى. بص يا جعفر، انا كنت حامل وطلعوا عليا ناس سقطوني وخطفوا ابنك مش انا. لا اقول لها مثلا طبعا هروح لدكتور وهي هتكتشف ساعتها مثلا لو هي بتحبني مش هتسيبني زي ما انا قلت، مش هسيبها. لو هي مثلا هتخلعك، بس عايز اقول لك يا سامي هتخلعك بس. ممكن كده هتشوحنا. بص الكاميرا وهتوجه رساله لواحد صاحبك عايز عليك وغالي عليك. في الغربه. في الغربه؟ في الغربه اهو. اهو. انا بعد سنين في الغربه شافوني قالوا لي جايب ايه من بره، قلت يا ريتهم لو سالوني، انا في الغربه بكيت كم مره وجبت حاجات من اللي يحبوها، انا جبت فلوس ويا ريت ياخدوها ويردوا لي شباب ضاع مني وسنين مت وهم عاشوها.